شوفوا يا متابعيني، كالعادة هقول لكم الكلام اللي مش هتسمعوه من المشايخ على المنبر. ماشي. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، بيقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. يعني ايه؟ يعني لما تتطلقوا انتي وابو العيال او انت وام العيال، ما ينفعش حد فيكم يضر التاني بمين؟ بولاده. ماشي، دي اول نقطة. طيب انت بس وانتي بس؟ لا، وعلى الوارث مثل ذلك. يعني لو كان حد من اهلك او حد من اهلها، كل التفاصيل دي. فما ينفعش ايه ان حد فيكم يضر التاني ايه؟ بولاده. شوفوا بقى ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الشاهد في كلامي. ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية بإيه؟ والله بما تعملون بصير. ربنا سبحانه وتعالى بصير بخبثك وخبثك ومكرك ومكرك. ربنا سبحانه وتعالى بصير بالتلاعب بال ب... ب... او بالمبررات النفسيه اللي بتديها لنفسك او بتديها لنفسك علشان تمنعي ابو العيال ان يشوف ولاده، او تمنع ام الولاد ان تشوف ولادها. فايه؟ فاتقوا الله ان الله بما تعملون بصير. فحديث ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضر والدة بولدها فرق الله بينه وبين احبته في الدنيا والاخره. فاللي انا بقوله لكم كل مره يا متابعيني الكرام، هقول لكم الكلام اللي مش هتسمعوه والله من المشايخ على المنابر. المشايخ على المنابر حافظين كلمتين: الارامل والايتام والمش عارف ايه، و وبر الوالدين، وازاي تبر امك وباباك، وازاي تظلم، وعشان تبرهم بقى فلازم تظلم. يعني مفيش شرح، مفيش شرح في الموضوع. فبقول لكم يا احبه انه ايه؟ انه اتقوا الله، علشان والله لا هتشوف ويلات ظلمك وظلمك في الدنيا قبل الآخرة. ولو المظلوم مات قبل ما يشوف ده، فهو جزاؤه عند ربنا سبحانه وتعالى انه هيدخل الجنة. ده طبيعي يعني، سبحان الله. من مات مظلوما فكان جزاؤه الجنة. إيه؟ فدي بس كانت ايه؟ وقفة عمري ما سمعتها ولا هتسمعها من المشايخ اللي بيطلعوا على المنابر. مش هتسمعها غير كده. نحن هنا نختلف عن الآخرين. فانت هتلاقي كل الاختلاف عندي، هتلاقي كل الجديد، كل الواقع. لاني بكلمك في الواقع، مش في القواقع بقى ومش عارف ايه والقصه دي كلها. وفي حافظ مش فاهم. لا، ده انا احكي لكم قصه. مره ايه، واحد طالع على المنبر، والله بص انا بيقول ايه، بيقول ان بيحكي قصه، يعني ان في واحده اتطلقت من زوجها وكده، فراحت عاشت مع اخوها، واخوها بهدلها وهو وزوجته وولاده وكده، وعذبوها ومش عارف ايه، وهي دعت ربنا وجالها واحد غني وبعد كده وما كانتش عايزه تتجوزه واتجوزته غصب عنها. طبعا عشان اخوها ضغط عليها. لا، ومن ضمن الكلام بيقول ايه: اصل ما ينفعش المطلقه ان هي تقعد لوحدها في البيت. المهم اذ اخوها الشرير ده المتوحش جوزها الراجل العجوز الوحش ده. وهي ايه، وافقت وكذا وكتبوا الكتاب، والمهم ما لحقش دخل بيها. وبعدين ايه، الراجل ده سافر وهي كانت لسه قاعده عند مين؟ عند اخونا. هنا الراجل كان غني جدا جدا جدا. وبعدين فاتت الايام، وراح جه واحد بيخبط على الباب، ابن من ابناء الراجل ده، بيقول له ابويا توفى وساب ورث كبير جدا. فاصبحت ايه؟ المطلقه ارمله وغنيه. فبعدها عملت ايه بقى؟ ايه اللي حصل؟ استقلت وعاشت لوحدها. فاللي هو شاهد في كلامي، انا حتى سألت الشيخ ده اللي قاعد بيحافظ مش فاهم وعمال يردد. قلت له: هو يا شيخ عشان هي كانت مطلقة ومعهاش فلوس ما كانش ينفع تعيش لوحدها يعني؟ ولما بقى معاها فلوس واترملت فنفع يعيش لوحدها، نفعت تعيش لوحدها يعني؟ لا، مش فاهمة بصراحة. مش فاهمة انتوا بتفكروا ازاي او بيفكروا ازاي دول. انا مش فاهمة هم ازاي اصلا هم بيفكروا ازاي. انا مش عارفة والله. وبيعرضوا المواضيع على العامة ازاي، انا برضو مش عارفة. وما فهمتش ايه الشاهد في الخطبة بتاعته اللي كان قاعد يهتف بيها. المهم انه كان انسان مستفز. فانا عايزة اقول لكم يا جماعة، انتوا هتسمعوا عندي ما لن تسمعوه عند الاخرين. مش هتسمعوا الكلام ده اللي انا بقوله لكم والله من مشايخ على المنابر. فانا عايزة اقول لكم: اتقوا الله لا تضر والدة بولدها
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. طبعا كل المشايخ ما بيقولوش التفسير اللي انا بقوله وما سمعتوش من حد، ولو حد سمع يبقى يبعت لي. لا تضر ما تضرش ام بابنائها ولا تضر اب بابنائه، ولا تدخلوا ولادكم اصلا في النص في علاقتكم ببعض، تمام؟ عشان ده من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه. يعني انا اقول لك حاجه واقول لك انت كمان، يكفيكم يعني لو حد فيكم مات والله العظيم يكفي دعوة المظلوم عليك، يكفيك والله، عاجلا أو آجلا هتيجي على دماغك، هتيجي على دماغك عاجلا أو آجلا. ربنا قال وعزتي وجلالي لأنصرنه ولو بعد حين والله بصير بما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى بصير بكذبك، بصير بمكرك، بصير بخبثك، بصير بان انت بتتكلم او انت بتتكلمي بتجيبي سيره باباهم او هو بتجيب سيره مامتهم بالكذب والافتراء. ربنا سبحانه وتعالى بصير بصير جل جلاله، يعني يعلم الاعيبك والاعيبك، يعلم جل جلاله. فبصير يعني شايفك من جوه ومن بره، شايف تفكيرك، يعلم خبثك، يعلم مكرك، يعلم كل ده. فما فيش حد هينفعك، مش حد هينفعك والله. انما الدنيا صبر ساعه و... وفي ثواني هنموت. عارفين فكره ايه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. آه ما هو أنت لو بتعبد ربنا وبتتقي ربنا يبقى هتعمل أوامر ربنا جل جلاله، مش هيبقى في حظ النفس اللي هو بقى أنا هنتقم منها وهنتقم منه. في الولاد مالهم الولاد أصلا؟ مالهم الموضوع؟ مالهم ومال الموضوع؟ أول حد هيتجرع ويلات الانتقام ده هو الشخص نفسه اللي ظلم، علشان هو هيجني اللي زرعوا فيهم، لأنه هيكون زرع فيهم عدم سواء نفسي، وبالتالي أول حد يعني هيطلع على عينك هو اللي عمل كده معاهم. وطبيعي جدا. وفي النهاية دي دنيا، وفي النهاية في آخرة، وفي النهاية ربنا سبحانه وتعالى والله والله قال وعزتي وجلالي لأنصرنه لو بعد حين. ده ربنا قال لو كان كافر، لو كان كافر هينصره، فما بالك بقى ايه بالمسلم؟ لا ده غير كده بقى. اقول لكم بقى يعني بقف بقى يوم القيامة قدام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ووريني بقى هتقول له ايه. فاللي انا عايزه اقول لكم والله يا جماعه هي منظومه ملخبطه، يعني هي منظومه ملخبطه، وتلاقي اول اللخبطه ان دي فيها حظ نفس. افرايت من اتخذ الهه هواه. انت بتعبد ربنا ولا بتعبد هواك؟ انت بتعبدي ربنا ولا بتعبدي هواكي؟ انا بعبد الله جل جلاله. طب ربنا قال لك ايه؟ قال لك لا تضر ولدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فتيجي انتوا بقى تتطلقوا من هنا، تقعدوا بقى مسكين العيال بقى ايه، والولاد ولادكم وسيله الانتقام، تنتقموا من بعض على اساس ان كده مثلا ايه، بتنتقموا من بعض. والله ما بتنتقم غير من نفسك، والله ما بتنتقمي غير من نفسك ولا فسبحان الله تنتقم من نفسك، بتظلم نفسك. فلا تظلموا انفسكم. فربنا قال ايه؟ والله بصير بما تعملون، والله بما تعملون بصير. وقبلها واتقوا الله، اتق الله لا تتخذ الهك هواك. اصلي هواه بيقول لي كده، فانا عايزه حظ نفس، حظ نفس، اتقوا الله. بس هو ده اللي انا كنت عايزه اقوله. خلاص ان احنا نختلف عن الاخرون. والله هقول لك الكلام اللي مش هتلاقيه ولا مش هتلاقيه، لا انت هتلاقيه ولا هو هيلاقيه، من مشايخ على المنابر بيهتفوا بنفس الحاجات ونفس الاسطمبة. والمشكلة ايه؟ حافظين مش فاهمين ومفيش شرح بس. فاتقوا الله إن الله بما تعملون بصير، بكل بساطة عشان انت مش قدها.